بالبركة نوينا نصوم، نوره محل الكون بجماله، لسه قلوبنا بتفرح لما نلمح فوانيس ويا الزينة، جوا بيوتنا في حضن ولما شهر كريم والخير حوالينا. والله بعودة يا رمضان تنعاد بالخير ليالك غالية، من السنة للسنة نستناك علقوا زينة وأنوار عالية. يلا سحور قوم صحي النايم، بالهنا ربنا يجعله دايم، عيلة وحب وصحبة جميلة، السفرة ما بتبطلش عزايم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين. بقالي كتير او ما جيتش معاكم فيديو. النهاردة هاخدكم معايا في فيديو مشتريات، هجيب شوية حاجات من السوق، ويعتبر المرة دي ممكن تكون اخر مرة اشتري مشتريات قبل الولادة، فهحاول على قد ما اقدر اشوف الحاجات اللي انا محتاجاها قوي. مش هقدر اقول انها مشتريات شهرية، بس اللي انا محتاجاه حاليا هو اللي انا هجيبه، ولو قدرت ان انا اصور لكم وانا تحت هصور لكم. انا نازله متاخر يعتبر بالليل، بس على حسب هشوف السوق، لو زحمه مش هقدر اصور خلاص، لو قدرت اصور تمام. يلا حطي لايك، وعايزه كومنت قمر كده، وعايزاكم تتفرجوا بالله عليكم. اللي هيتفرج على الفيديو يعجبه ادعوا لي ربنا يقومني بالسلامه يا رب، ويرزقني طفل سليم معافى ان شاء الله، ويرزق كل مشتاق يا رب اللهم امين. كل اللي نفسه في بيبي ربنا يديله بيبي، واللي معاه اولاد ربنا يخليهم له ويبارك فيهم. تمام. انا حبيت اصور معاكم المقدمه قبل ما انزل، واول ما اجي هصور معاكم المشتريات، هحاول ان انا اوريكم برضو ان انا جبت ايه، الحاجات اللي انا جبتها حاليا. يلا باي، هنزل وهشوف لو قدرت اصور هصور. هنا كان نفسي اسيب لكم مقاطع السوق بالصوت بتاعها، بس للاسف المكان كان مشغل اغاني، وانتوا عارفين عشان حقوق الملكيه وكده، فاضطريت ان انا اسجل فويس اوفر على المقاطع دي. الجو كان زحمه قوي، بس هصور لكم كمان. شفت اجواء رمضان، الزينه بتاعت رمضان خطيره يا بنات، خطيره. بعد ما اتسوقت طبعا جبت الحاجات اللي انا جبتها وهوريها لكم اما اروح. بصوا صورت لكم جزء من الزينه بتاعت رمضان، بجد كانت مبهجه وحلوه جدا، يعني فوق ما تتخيلوا. تحسسكم باجواء رمضان قوي. كل سنه وانتم طيبين يا بنات، ويا رب الفيديو النهارده يعجبكم ويديكوا افكار كده تلحقوا ان انتوا تجيبوا قبل رمضان المشتريات بتاعتكم. بصوا هنا الزينه هسيبكم. لا جميله قوي. فوانيس اللي هناك دي، اللي هي المدوره دي، عقد المدور ده اخر واحد. اماراتي الحلوين، جينا من تحت. اقول لكم الجو فعلا كان زحمه، رغم ان انا نازله متاخر وقلت مش هلاقي ناس كتير، بس لا كان زحمه. حاولت على قد ما اقدر صورت لكم مقتطفات كده، مش كل حاجه بصراحه، لان ما قدرتش اصور كتير بسبب الزحمه. والاجواء يا بنات كانت تحفه. اقول لكم بقى بدات زينه رمضان تحسوا باجواء رمضان قوي بجد. يعني انا بقالي فتره ما نزلتش، فلما نزلت وشفت الله على الجمال. الزينه بتاعت رمضان، والله تحسوا ان رمضان باقي عليه كام يوم، مش لسه شويه يعني، هو كده باقي عليه حوالي 18 يوم او حاجه. بس اقول لكم بجد كانت الاجواء حلوه قوي. حاولت ان انا اصور لكم مقتطفات منها، وبصراحة ما صورتش كتير قوي بسبب الزحمة، وفي نفس الوقت حاولت ان انا انجز نفسي واجيب على قد ما اقدر الحاجات الاساسية الضرورية اللي انا محتاجاها دلوقتي. وهوريكم انا جبت ايه. زي ما قلت لكم دي مشتريات ما اقدرش اقول عليها شهرية، الحاجات اللي هتنقص عندي واحتاجها هجيبها. تمام، اوريكم دلوقتي. يلا خليكم معايا وكملوا الفيديو، وان شاء الله الفيديو هيعجبكم، وان شاء الله تستفادوا منه وتشجعوا. واللي ما اشتراش يا بنات بجد ان انت تروحي تجيبي حاجات بيتك
كل 15 يوم او كل شهر، بجد الموضوع حلو جدا. هيريحك من انك تنزلي كل يوم. يلا بينا نشوف احنا جبنا ايه. بصوا يا حلوين، انا هنا شملت لكم الحاجات بتاعه الماركت والحاجات بتاعه الخضار بتاع السوق، وكمان جبت شويه لحوم كده بسيطه. تمام. انا من كام يوم كانوا اخواتي، اختي ربنا يبارك لها يا رب اللهم امين، نزلت جابت لي الفراخ اللي انا محتاجاها، وبصراحه هي اللي وضبتها لي، جابتها لي متوضبه وشلتها على طول في الفريزر، فعشان كده ما اشتريتش فراخ النهارده. والنهارده كانت معايا اختي التانية ربنا يخليها، هي اللي برضو كانت معايا في كل حاجه في الحاجات اللي انا اشتريتها دي. فروحنا اول حاجه حاولت ان انا اجيب الخضار من السوق زي خيار، جزر، الليمون. انا طبعا كنت اخر الشهر وخلاص التلاجة فضيت والمطبخ فضي وحاجات كتيره قوي كنت محتاجاها، فحاولت النهارده على قد ما اقدر ان انا اجيب الاساسيات اللي انا محتاجاها. جبت خيار وجبت الجزر والليمون، جبت الكوسه عشان شوربه الخضار، وجبت تفاح. تمام. والطماطم والبطاطس، والاسعار بصراحه يعني حلوه مش وحشه. وجبت فلفل الوان عشان اللي عندي خلص، وجبت بصل. تمام. في البتاع ده البطاطس في منها ب10 جنيه وفي منها ب15. تمام. دي اللي ب15. والطماطم كانت ب15 برضو، معرفش هل السعر ده يعتبر غالي، بس شفتها عند اكتر من حد لقيت ارخص، بس حسيتها مش حلوه قوي. انا جبتها اللي هي تفضل يعني لو حطيتها في التلاجة تستحمل وتقعد معايا. والجزر والليمون، يعني انا شفت الاسعار وانا ماشيه حسيت انها كلها مشابهه لبعض. وفي نفس الوقت انا قلت لكم اختي جابت لي الفراخ، فانا عديت جبت صدق ولحمه مفرومه وجبت كبده. تمام. بعد ما جبت الحاجات دي قلت بقى اجيب الحاجات بتاعه الماركت. رحت الماركت، انا متعوده في ماركت معين بحب اجيب منه. جبت 2 كيلو دقيق، قلت هتنفع الدقيق، ممكن احتاجه في اي حاجه. وبحب اجيب المكرونات، قلت لكم ويمكن قلت لكم المعلومه دي قبل كده. المكرونه لو انت حد واثقه فيه وعنده سايب واثقه في كلامه ان هو هيقولك النوعيه دي كويسه هاتيها. لو انت مش واثقه هاتي النوع المغلف احسن. فانا بصراحه ده الماركت ده بتعامل معاه على طول، فما شاء الله حاجته حلوه جدا. فجبت مكرونه سباكيتي واقلام سايبه حلوه جدا من عنده جميله. وجبت لسان العصفور وجبت شعريه. وطبعا انا متعوده كده لازم في مشترياتي بتاعه الشهر بجيب عدس اصفر وعدس اسود. وانا عندي صلصه بس قلت مش مشكله العلبه الصغيره دي مش هتخسر. وجبت زبده فرن، بس جبت نص لاني انا عندي شويه باقيين من الكيلو اللي كنت جايباه الشهر اللي فات، فقلت لا مش هجيب كيلو، جبت نص. وجبت جبنه تركي، وجبنه ملح خفيف، وجبنه ملحه، وجبت طحينه. بصوا الطحينه دي خطيره حلوه جدا. وجبت عسل يا بنات عشان طبعا كده هحتاج العسل في بعد الولاده. انا بصراحه شفت العلب وشفت النوع السايب ده، بس ده لقيته حلو جدا. تمام. وانا كنت مجرباه مره قبل كده من البتاع ده من الماركت ده، فبصراحه جبته تقيل وحلو جدا، فجبت منه. عشان كده انتوا عارفين يا بنات بعد الولاده بيبقى فيه لازم تشربي حلبة وكده، فالافضل انها تتحلى بعسل اسود. فجبت كيلو عسل اسود، وجبت ربع طحينه، والجبنه جبت جبنه مثلثات. تمام. عمر بيحبها بصراحه، والجبنه التركي محمد بيحبها. تمام. الجبن دي لما بتخلص بجيب غيرها، يعني دي مش ملهاش علاقه بمشتريات شهر ولا 15 يوم، لما بتخلص بجيب غيرها. وجبت كرتونة بيض، بس جبت فيهم 10 ابيض اللي هو 10 بلدي يعني، والباقي بيض احمر. تمام. بس خليته يحطها لي في كيس، قلت عشان لو حطها في الكرتونه زي ما هي ما كنتش هقدر اشيلها مع الحاجه دي. تمام. فقلت لا، قلت له لا فضيها لي في كيس، فهو حطها لي بالطريقه دي عشان يسهل عليا الشراء، يسهل عليا ان انا اشيلها يعني. ودي كانت مشتريات النهارده يا بنات، وبالنسبه لي ممكن تكون دي اخر مره انزل فيها السوق قبل الولاده، فقلت ان انا اجيب الحاجات الاساسيه الضروريه عشان لو احتجت اي حاجه بعد كده
تبقى خفيفة، ما تبقاش حاجة تقيلة. ممكن اي حد تاني بقى يجيبها لي، انما الاساسيات اللي انا كنت محتاجاها ومحتاجة املى مطبخي بيها واملى بيتي بيها، دي اللي انا اهتميت قوي ان انا اجيبها. وجبت حاجة تانية ولسه انا هوريها لكم. بصوا كده بعد ما فضيت كل حاجة، ادي البيض، وطبعا العلبة ما بتكفيش معايا كله، الباقي احطه في باب التلاجة. وادي الزبدة بعد ما قطعتها. اول ما تجيبوها يا بنات تقطعوها، لاني لو دخلت معاكم التلاجة بتنشف وهتبقى متعبة في التقطيع. بصوا هنا فضيت العسل. طبعا البرطمان ده طلع اقل من كيلو، انا كنت مفكراه كيلو، طلع اقل، فالباقي زودته فضيته في برطمان اصغر. وادي ربع الطحينه والعدس الاسمر حطيته في العلبتين دول، عشان في علبه عندي اتكسرت فوزعته على علبتين. والعدس الاسمر والاصفر حطيته في العلبه دي بتاعته، ولسان العصفور تمام. وهنا عندي المكرونات، الاسباجيتي دخلتها جوه عشان عندي اللي انا بستخدمه، فاللي انا جبته شلته زي ما هو بكيسته، ما فضيتهوش، قلت لما اخلص اللي عندي الاول تمام. والشعريه برضو شلتها بكيسها عشان عندي بصوا لسه باقي، قلت هستخدم دول الاول وبعدين افضيها تمام. بس وبدات ان انا اوزع الحاجات زي ما بقول لكم كده، الحاجات. والجبن طبعا دخلتها التلاجة، واللحوم دخلتها التلاجة، اللحوم والصدق والكبده كله دخلته التلاجة. واخر حاجه بنات عايزه اوريها لكم، بصوا طبعا انا هقفل الحاجات دي وادخلها اوديها في اماكنها. وعايزه اوريكم اخر حاجه انا جبتها، حاجه النهارده في مشتريات النهارده بنات ملهاش علاقه بالمطبخ، بس جبتها للولاد. محمد الكروكس بتاعه صغر عليه فجبت له ده. بصوا شكله حلو جدا، بصوا بينور ستيج، طبعا عجبه الشكل قوي. بصوا شكله وخامته حلوه جدا يا بنات، عشان انا لفيت بصراحه بقيت الاقي النوع اللي الخامه بتاعته ناشفه جدا، انما ده شكله حلو قوي. وعمر برضو جبت له واحد، بصوا ده بتاع عمر، شكله شيك قوي بصراحه. يعني بيبقى حلو قوي في لو هو بيبقى عادي خروج ان احنا نخرج بيه مسافات مش بعيده قوي يعني. بصوا فعجبني شكلهم قوي، والولاد كانوا معايا فقلت فرصه رحت جايبه لهم. هو كده كده عمر عنده واحد اسود فقلت اغير له اللون المره دي، ومحمد اللي كان عنده صغر عليه فخلاص ما بقاش يلبسه يعني طلعناه. فجبت له ده. وجبت لنفسي يا بنات، جبت لنفسي ده عشان قلت في المستشفى. بصوا النوع اللي هو متبطن ده، قلت في المستشفى بصراحه مريح قوي، جربته لقيت ان هو مش هيوجع لي رجلي، طبعا التمشيه اللي بعد الولاده، فعجبني فجبته. فدي كانت اخر حاجه في المشتريات بتاعت النهارده يا ولاد يا بنات، اخر حاجه. فالحمد لله ربنا يعدي الايام دي على خير. والله ما قادره اقول لكم بجد، بقيت اتعب من اقل حاجه وبقيت مش مستحمله خالص، بس الحمد لله والله ربنا بيهون وان شاء الله خير. ادعوا لي يا بنات، ويا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش حطوا لي اللايك وحطوا لي اي كومنت كده، ادعوا لي حتى كل اللي نفسه في دعوه يا بنات، ان شاء الله ربنا يستجيب لي. واللي ما عندوش بيبي ربنا يرزقه بيبي يا رب، واللي معاه ولاد ربنا يبارك له فيهم.
ويا رب يا رب يا رب يجعل الايام الجايه ايام خير علينا كلنا. كل سنه وانتم طيبين. ويا رب يكون فيديو النهارده فاتكم ولو بحاجه بسيطه، ان هو حتى شجعكم. اللي مكسله انها تنزل تشتري مشتريات بيتها، لا انزلي وما تكسليش وان شاء الله خير. تمام. كل سنه وانتم طيبين. يلا باي، وقابلكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. مع السلامه.